احنا عايزين اسفلت وعايزين سايد ووك، ممكن نكتب بكل اريحيه اسفلت اصلا، ولكن انت لازم تبقى فاهم الماتيريال، وهوريك تفاصيل الماتيريال اكتر واحنا شغالين. هنا ماتيريال جراوند، هنشوف اسفلت جاي. الاسفلت ده جامد. ممكن للسايد ووك نستخدم تايل، ممكن دي كويسه. طبعا البلان دي مش واخده ماتيريال، فاحنا بمجرد ما بندخل ماتيريال كده هي الماتيريال نزلت هنا على طول، ولكن تحس ان هي مش مظبوطه. طب عايزين نظبطها، بتتظبط ازاي؟ تعال اقولك. طب تقف على الماتيريال اللي انت منزلها، هتلاقي ان هو كاتب لك 100 سم، ومن هنا هنتعرف على موديفاير جديد اسمه UVW ماب. ده هتقول له 100 سم يعني متر في متر كده. الاسفلت بتاعنا بقى مظبوط. تعالى ناخد دول في الايزوليت عشان دي جروبس كتير. طيب انت مش عايز تطلع من الكاميرا، بتدوس كنترول دبليو دي بيجيب لك الشاشات المتقسمه. طب انت تقدر تكبر، او انت عايز تكبر شاشه واحده منهم، عايز تصغرها، تقدر تتحكم في مساحه كل شاشه منهم. طبعا ما نزلتش على الموديل، نزلت عندنا هنا. بنحط الموديل الماتيريال على الموديل بتاعنا ازاي، واحنا عاملين سيلكشن على الموديل بتاعنا وعاملين سيلكت على الماتيريال اللي احنا عايزين نحطها عليه. بندوس على assign material to selection، المقاس بتاعها 130 سم، فهنقوم جايبين اليو في دبليو ماب ونخليها 130 في 130. بقت عندنا حلو. هنا هو حاطط كل حاجه، ريفليكشن، بامب، وديفيوز. الريزوليوشن بتاعه الماب بتاعته بتكون كويسه، بتطلع شكلها حلو في الريندر ومظبوطه لوحدها، انت مش محتاج تعمل حاجه. ممكن بقى لو انت عايز تخلي الريفليكشن بتاعها عالي شويه بتعدله وهكذا.